بسم الله الرحمن الرحيم. الترجي الرياضي التونسي الهلال المصري دور نهائي دوري أبطال أفريقيا. الترجي الرياضي التونسي من اللي كانت تتخمم من ناحية بيترو أتلتيكو، من ناحية الهلال السوداني دوري المجموعات، كيف أسيك ميموزا. توا نلقاو الترجي الرياضي التونسي ربحت صن داونز، مباراة ذهاب مباراة إياب، تحكمت ولا سيطرت ولا أي ديتاي آخر من المباراة. هذا نحنا ما يهمناش، نحنا نعرفوا ديبلاسمون كبيرة عملها جمهور متاع الترجي الرياضي التونسي، نحنا نعرفوا باللي الترجي الرياضي التونسي جاب روحه سواء في مباراة الذهاب ولا في مباراة الإياب. صن داونز تحكمت، سيطرت، عملت اللي تحب عليه الكل. كاردوزو حاول انه يلعب بنفس الخطة اللي لعب بها في مباراة الذهاب. دوريزون شنو دوريزون اللي هو يحاول انه يلعب بنفس الطريقة، يخلي صن داونز تتحكم، تلعب، تدور، ويلعب عليه كونتر اتاك. بالنسبة للشيرة الدفاعية ملي كانت من 80% حتى اللي وصلت حتى ل 90%، نظرا للتوقف اللي صار بالنسبة للمباراة. كيف زاد صن داونز اللي كل مرة قاعدة تزيد في نسبة الريتم نتاعها، سورتو باللي نلقاو ساس ما كانش ناجح على 100% بالنسبة في الشيرة الدفاعية. لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك شنو اللي لقينا باللي خرج دخل رايد بوشنيبه، لقينا اكثر اكيليبر بالنسبه للبلان تاع الدفاع. كيف نلقاو ياسين مرياح، محمد امين توقاي، بقلت فلسيف. كيف زاد الصلابه الدفاعيه مع الصلابه نتاع حارس المرمى ما شاء الله عليه، خلى الترجي التونسي تترشح. الهدف كان ينجم يكون حتى قبل الوقت اللي سجل فيه البونتو. يعني كي نلقاو الترجي التونسي راهي قاعدة تحاول أن تلعب عليه كونتر أتاك بالنسبة لمباراة الذهاب ولا بالنسبة لمباراة الإياب، من مباراة الإياب أكثر. دونك الترجي التونسي كانت تنجم تستغل أكثر من فرصة كشباب في الشوط الأول ولا حتى قبل ما يسجل الهدف. دونك نجمو نلقاو رواحنا باللي قدمنا مباراة جيدة من ناحية الدفاع، من ناحية الوسط وقفنا، حاولنا أن نردوا بالنا من الدوزيام بال سورتو على الكرة العاليين. كيف زاد أمان الله ما مش تسطل أكثر من 3 كور ولا 4 كور كانت في الشوط الأولاني. يعني خلت الترجي في التونسي تكون أكثر واقعية وتكون أكثر تركيز. هذاك هو اللي خلى الترجي تحاول أنها أكثر ما يمكن أنها بالنسبة للشيرة الدفاعية تحاول أنها تسكر على صن داونز وتحاول أنها تكسر الريتم. كيف زاد أقبلوك يدخل، حاول أنه يزيد يكمل يرزن أكثر الهجمة بالنسبة لصن داونز، الكونستركسيون بالنسبة لصن داونز اللي خلت صن داونز أكثرية الفرص اللي جاوها الكل ضيعتهم. نلقاو رواحنا قدام دي كلي دو كاليفيكاسيون من الله مميش ياسين مريح وسام تقال رجع بالقدام مع محمد بن حميدة وحاول انه يغلق الخطر اللي كان من الشيرة اليمين مع سامحوني الشيرة اليسار اللي كانت مع محمد بن حميدة. كيف ينساس ما كانش بالبورسنتاج الكبيرة مع محمد بن علي بالنسبة للخطر اللي تقوم به صن داونز. اللي دخل رايد بوشنيبة من اول الشوط الثاني باش يحاول انه يخلق ليكليبر. كيف زاد دخول زكريا العايب، خروج حسام تقا، دخول اقبلو، خروج غيلان الشعلالي اللي يحاول انه يزيد يكسر اكثر ما يمكن من الريتم نتاع صن داونز اللي طلع فيه في كل كرة قاعد تلعب بها. الفرص اللي جاوا صن داونز بالنسبة كفريق قوي من عام 2016 بالرسمي فريق أقوى منا بالنسبة كمجموعة، بالنسبة يخدم على روحه من عام 2016. مش أنت باش تجي في 4 ولا في 3 شهور باش تحاول أنك تربحه بالطريقة السهلة هذيك. معناها مباراة كانت صعيبة برشا بالنسبة للستاف، بالنسبة للسبرونس، كيف زاد بالنسبة للمجموعة. يعني نحاولوا نلقاو اون جينيرال الترجي التونسي كي فكت الورقة نتاع الترشح نتاعها أثبتت أنها بالرسمي قاعدة تقدم في مردود باهي من أسك ميموزا. كيف زاد لله محمد رسول الله مباراة الذهاب، مباراة الإياب، البطولة. كاردوزو قاعد يحاول إنه يخدم، كاردوزو قاعد يحاول إنه يخلي الترجي التونسي على فنية وعلى سكة، تحاول إنها تبني، تحاول إنها تزيد تحسن، تحاول إنها تزيد تقوي. بالنسبة للصلابة الدفاعية ما شفتهاش قبل، تحسنت، زدت قويت. الترجي التونسي كي تلعب عليه كونتر اتاك ولات أخطر، سورتو باللي ديما نقعدوا نغزروا بارابور للكونديسيون الكل نتاع المباراة. بالنسبة ل 90 دقيقة الترجي التونسي عرفت كيفاش تفك الورقة نتاع الترشح نتاعها وتقف قدام نهل المصري. هذا هو آخر فيديو، ما تنساليش لايك واشتراك، موعدنا إن شاء الله في فيديو جاي.